عاوز تشتغل في الإعلانات والتسويق والكتابة والإخراج والتصوير، ولا في الشركات والمطارات والمنظمات وتكون الواجهة الرئيسية والضلع الرئيسي للربط والتواصل بين شركتك اللي انت بتمثلها والشركات التانية، أو إنك تكون حلقة الوصل الرئيسية بين الشركة اللي انت بتمثلها والجمهور بتاعها؟ قسم العلاقات العامة والإعلان. وإيه هي العلاقات؟ وإيه هو الإعلان؟ وليه اساسا تخش القسم ده؟ كل ده واكتر هتعرفه في فيديو النهارده، فما تروحش في اي حته وكمل الحلقه للاخر علشان تستفاد بكل معلومه وتقدر تحدد انت عاوز تخش قسم ايه وتخش القسم ده ولا لا. سايب لك بلاي ليست فيها كل الحلقات اللي تخص التخصصات في كليات الاعلام في الديسكريبشن تحت، تقدر تخش على البلاي ليست وتشوف كل قسم بيتكلم عن ايه، عشان بعدها وساعتها هتقدر تحدد انت مناسب لايه وعاوز تخش ايه. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. دولار محبب. في البداية خليني اقولك انك لازم تكون عارف اولوياتك ومحدد انت عاوز تكون ايه وتشتغل في ايه، او الكارير بتاعك يكون في انهي مجال او انهي تخصص، لان اجاباتك على كل الاسئلة دي هي اللي هتخليك تخلص من كل الحيرة اللي انت فيها او تخلص من التردد اللي انت فيه. يعني انا مثلا كنت عاوز اخش قسم الاذاعة والتلفزيون علشان يخدم الهدف اللي كان عندي. طب انا ايه الهدف اللي كان عندي او الحاجه اللي كنت عاوز اشتغل فيها واتخصص فيها؟ ان انا اكون مقدم برامج. فالحاجه الامثل والمناسبه اللي لها علاقه بالهدف اللي انا بشتغل عليه هو قسم الاذاعه والتلفزيون. فدخلت القسم ده، فسواء القسم ده كان وحش كان حلو، انا مقتنع بيه واقلمت وهتاقلم فيه. فده اللي انا عاوز اوصله لك. اختيارك وتخصصك اللي انت بتختاره لنفسك وتحس ان انا خلاص ده المجال او ده الحته اللي انا هكمل فيها، ده بيسهل عليك كتير قوي. سواء بقى انت بتسمع عن القسم اللي انت عاوزه ده سلبيات او ايجابيات، في كده الحالتين انت هتتاقلم معاه لانك عاوزه وهو هيخدم على الحاجه اللي انت نفسك تكون بتشتغل فيها. فانت لازم تسال نفسك هخش علاقات ليه؟ ده انا عاوز اكون بي ار، اتش ار، او ار، عايز اكون الواجهه والشخص اللي بيمثل الشركات، هل عاوز اكون الشخص اللي بيبقى حلقه الوصل والربط بين الجمهور وبين الشركه اللي بمثلها، بين الشركه اللي انا بمثلها والشركات التانيه في العلاقات والاحداث، اي حاجه انا بمثلهم والواجهه بتاعتهم. عاوز اشتغل في التنظيمات والايفنتس ان انظمها اكون او ار، عايز يبقى عندي معلومات في الاتيكيت والبروتوكول وافهم اساسيات الشغلانه كويس، عايز اشتغل في المطارات، عايز اشتغل في الشركات، عايز اشتغل في المنظمات. كل دي اسئله المفروض انت اللي تجاوب نفسك عليها. راجل شيك، راجل واجهه للمكان اللي بيمثله وبيعكس صورته، حابب الحته دي مش علاقات عامه. وتسال نفسك عاوز تشتغل في الاعلانات والتسويق، تفتح بقى شركه تسويق، تقدم بقى الخدمات التسويقيه وتتحكم في المبيعات. هل انت راجل كرييتيف دماغك دي تقيله توزن بلد؟ لان انت المتحكم في الايدنتيتي، متحكم في المبيعات، متحكم في كل الحلول والخدمات التسويقيه اللي هتوفرها المنتج او سلعه او خدمه ليها طلب في السوق، ولو ملهاش طلب ازاي تخلي عليها طلب. دماغك تقيله وكرييتيف في الاعلانات، فتصور وتخرج في الاعلانات الخاصه بالشركات اللي بتقدم خدمات او بتقدم منتجات. وخلي بالك لان الاعلان هو جزء كبير جدا ومهم في كل البيزنس. مفيش بيزنس بينجح من غير تسويق ومن غير اعلان. لازم تحدد وتشوف وتسأل نفسك عاوز اكون ايه، لان اجابتك على السؤال ده هي اللي هتحدد ليك تخش القسم ده ولا لا. وخليني اقول لك ان رجل العلاقات العامة والاعلان مطلوب وبشدة في سوق العمل الحاضر والمستقبل. تخش القسم ده ولا لا؟ والله انت اللي تقدر تحدد السؤال ده. يعني ايه؟ يعني تسأل نفسك هل اخش القسم واخدم على الحاجة اللي نفسي اشتغل فيها، ولا اخش قسم تاني استفاد بامكانياته وقوته ومعداته وقوة الدكاترة اللي فيه والمنهج الدراسي واطبق عملي والماركتينج والاعلان اقدر اتعلمهم عن طريق الكورسات سواء كانت اونلاين ولا اوفلاين، وانتشرت بشده الفتره الاخيره على يوتيوب او مواقع تانية مدفوعه او ببلاش، او اخد كورسات ميدانيه على ارض الواقع. بايدك تختار وبايدك تحدد تخش الحاجه اللي تخدم على الحاجه اللي انت عاوزها، وتفكك من جو بتاع اقدر اتعلم هنا واتعلم هنا، وان مفيش تخصص بيحرمك او مفيش تخصص بيحرمك انك تعرف حاجه في مجال تاني. بس صدقني
صاحب بالين كذاب، وانك لازم تركز في حاجه واحده. يعني مفيش حاجه اسمها انا اخش علاقات بس انا عاوز اشتغل في اذاعه فاخد كورسات في اذاعه يبقى انا كده خدت الاثنين. لا، طب ما انا عاوز اشتغل في اذاعه، اخش اذاعه واخد كورسات في اذاعه لان عاوز اشتغل في اذاعه. اللي يوديني علاقات ممكن اعرف حاجات في الماركتنج، حاجات في الجرافيك. مثلا هقول لك على حاجه، انا دخلت اذاعه بس عندي معلومات في الجرافيك، معلومات في البراندنج، معلومات في الماركتنج، معلومات في القسم بتاع العلاقات العامه والاعلان، بس مش بشكل متخصص، مش بشكل كبير، بس عندي اساسيات اقدر اشتغل بيها في المجال ده. ولكن في الاخر انا في قسم ايه؟ اذاعه وتلفزيون. نفس الكلام بالنسبه لك، تقدر تعرف حاجات كتير. وخلي بالك علشان اساسا قسم اعلان مرتبط او علاقات عامه واعلان في جزء مرتبط باذاعه وتلفزيون، لان الاعلان فيه تصوير، فيه كتابه، فيه اخراج، في مونتاج. فبالتالي اذاعه وتلفزيون فيها مونتاج واخراج وبتبقى، ولكن مش بشكل متعمق زي قسم اذاعه وتلفزيون اكيد، لان انت بتتخصص في حاجه كامله متكامله خاصه بالمجال ده، غير لما انت تاخد فكره او حاجه بسيطه عنها. فدي بشكل ملخص الفكره حول قسم العلاقات العامه والاعلان، وتخش ولا لا. زي ما قلت لك انت تقدر تحدد، وقبل ما تختار القسم اسال نفسك انت عاوز تشتغل ايه لما تتخرج، او عاوز تتخصص في ايه يكون التخصص بتاعك. واحد يقول لك انا عاوز اكون جرافيك ديزاينر، خش اعلان. انا عاوز اكون ماركتير، خش تسويق اعلان. انا عاوز اكون بي ار، خش علاقات. عاوز اكون او ار، خش علاقات. طب انا عاوز اكون مذيع، خش اذاعه. انا عاوز اكون صحفي شاطر ومش عارف ايه واروح اجيب اخبار وسبق صح، خش صحافه. فانت اللي بتحدد انت عاوز تكون ايه وميال لايه وشغفك فين. وحتى لو ما عندكش شغف في حاجه، اختار الحاجه المناسبه لامكانياتك ومهاراتك. بلاش تدبس نفسك في حاجه انت مش حاببها وما تبقاش صاحب بالين. اتمنى تكون استفدت، واستنى حلقه صحافه قريب جدا هتنزل في خلال الاسبوع ده ان شاء الله. مع السلامه. طبعا في اخر الفيديو حابب افكرك ان في منصه كامله متكامله عباره عن اكاديمي بتقدم محتوى له علاقه بالاعلام كدراسه او كعمل. تقدر تخش تعمل لها سبسكرايب ولايك وتتابعها، لان هينزل عليها كل حاجه خاصه بالاعلام الرقمي او التقليدي الفتره الجايه. اسمها ماس كوم بلاتفورم، هسيب لك لينكاتها في الديسكربشن، ما تنساش تتابعها عشان هينزل عليها محتوى تقيل جدا.